ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قاعد من ساعتها الف في الجامعه بدور على مكان اصور فيه، المكان الوحيد حرفيا اللي في الجامعه لقيت اصور فيه. حتى الملعب النهارده باين فيه حفله تخرج بالليل، فمانعين يعني ان حد يدخل الملعب وكلام من ده، ويقول لك ممنوع، يعني ممنوع الدخول في الملعب. المهم ان انا لقيت مكان يعني اصور فيه. طيب انا جاي النهارده اتكلم في شويه حاجات، وليكن انت مثلا لسه داخل الجامعه، يعني انت لسه في سنه اولى، ما تعرفش النظام ايه، او انت حاسس بتعقيد، حاسس ان الدنيا معقده شويه. بس انا النهارده يعني انا جاي لك يعتبر من المستقبل، جاي لك خلاص ان شاء الله ما عادش غير سنه ونتخرج، فاللي هو انا جاي لك علشان خاطر ان انا برضو افهمك الدنيا فيها ايه، وهجاوب لك على الاسئله اللي بتيجي في دماغك او كده، او انت خايف او متخوف منها. اول حاجه طبعا انت دلوقتي بيجي في دماغك افكار تقول انا حاسس ان انا تايه في المذاكره، والمذاكره كلها بالانجليزي، وانا مش عارف طب انا هل انا بذاكر صح ولا غلط، طب انا اعمل ايه. الافكار دي كلها بتيجي في دماغي. اول حاجه هجاوبك على السؤال الاولاني اللي هو انا المذاكره كلها بالانجليزي وانا مش عارف ان انا اذاكر ازاي ولا اذاكر ايه ولا اعمل ايه. بص، هو اول حاجه انت في البدايه كده طبيعي انك هتبقى شغال بالترجمه. اولا يعني مثلا انت لسه في سنه اولى، فانت بتبدا مثلا معلش انا ما كنتش مثلا جامد في الانجليزي وكلام من ده كله، لا بالعكس، انا معايا تليفوني، معايا ترجمه جوجل، ببدا ان انا اترجم وليكن الحاجه اللي انا مش فاهمها، او ممكن كمان ان انا ممكن اترجم نص الصفحه، اترجم الصفحه كامله. حلو، بس طبعا مش بذاكر بالعربي، لا هو انا بترجم، بقرا العربي، انا بفهم بس الدنيا عايزه ايه او الحته دي عاوزه ايه، بعد كده امسك الانجليزي اللي مكتوب وابدا اقراه تاني. طيب في كلمه مش عارفها اكتبها والله جنبها بالعربي كده. وطبعا انت كده كده يعني اول ترم في سنه اولى هيعدي معاك، هتبدا ان حوار الترجمه ده معاك هيقل. يعني هو انت كده كده هتترجم، مش حوار انك مش هتترجم، لا انت هتترجم، بس هيبقى الحوار اقل شويه. وطبعا حوار التوهان ده شيء طبيعي. يعني انت مثلا انت كنت لسه من يومين كنت في ثالثه ثانوي وكنت بتاخد الكلام كله بالعربي، انت كنت بتاخد مثلا وليكن احياء، بتاخد كيمياء، فيزياء، بتاخد الكلام ده كله بالعربي. تاني حاجه دلوقتي تقول لي يا يوسف انا ايه النظام اللي انا ماشي عليه في الجامعه، او ايه حوار ان انا اذاكر ازاي، طب اعمل ايه؟ يعني انا مش عارف انظم وقتي، انا حاسس ان انا باخد المواد المحاضرات انا مش عارف ان انا جاريها، حاسس ان انا الدنيا اتراكمت عليا وانا لسه في اول اسبوعين، انا مش عارف اعمل ايه. هقول لك ان ده شيء طبيعي، انت مهما تعمل ومهما تيجي يمين في شمال انت كده كده هتراكم على نفسك. حلو، لو انت الجامد واللي ما فيش منك اتنين وما بتراكمش كده كده هتراكم، انت مش هتعرف انك مثلا انك تواكب الجامعه، بس اهم حاجه انك ما تراكمش كتير. حلو، يعني انك تحاول تذاكر اول باول، وليكن راكمت عليك محاضره اتنين تلاته، بس انك ما تراكمش قوي. وفي سؤال مثلا بيجي في دماغك، بتلاقي واحد صاحبك او كده راح اخد كورس او كلام من ده، وجاب بيقول لك تعالى اما نروح كورس، او انت متردد ومش عارف وانا اروح كورسات ولا ما اروحش كورسات ولا اعمل ايه. فهو انا رد عليك هقول لك بلاش كورسات، كفايه الفلوس اللي اهلك مثلا بيدفعوها لك في الجامعه او كلام من ده كله. فاللي هو اعتمد على نفسك حرفيا، والله العظيم المعلومه اللي بتثبت في الدماغ المعلومه اللي انت بتجيبها بنفسك، مش المعلومه اللي تجيلك على الجاهز. انت هتروح للكورس مثلا ودكتور الكورس ده هيكون واخد مثلا الريكورد بتاع المحاضره اللي انت بتاخدها ومظبط الدنيا وكل حاجه، بس حرفيا انت لما تدور على المعلومه بنفسك هي دي اللي هتثبت في دماغك، وهي دي اللي يعني حرفيا هتستفيد منها. فبلاش كورسات، وبلاش الضغط اللي هو ناخد فلوس من اهلنا علشان خاطر كورسات وخلاص والكلام من ده كله، بلاش. وفي حاجه كمان انا عاوزك تاخد بالك منها، انا مش عايز طموحك ان هو مجرد ان انا عايز انجح وخلاص، ان هو انا عايز اعدي واللي هو انا عايز اجيب مقبول في الماده، انا عايز اجيب جيد، انا عايز اجيب جيد، انا عايز انجح، هو ده اقصى الطموح بتاعك. ما ينفعش. الطموح بتاعك انت لازم طموحك يبقى حرفيا انا لازم اجيب امتياز في الماده. حتى لو انت يا عم بص، انت مش قليل، والله العظيم ما انت قليل. الناس اللي بتجيب امتيازات احسن منك في ايه؟ الناس اللي بترتب على الدفعه احسن منك في ايه؟ ما فيش حد احسن منك في حاجه. هو الحوار كله شويه يعني شويه مذاكره. يعني هتقول لي تنظيم وقت كمان، والله ما حد بيعرف ينظم وقته، سواء كان وقت النوم او وقت المذاكره، ما فيش حد بيعرف ينظم وقته. هو الحوار كله ان الواحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه، وكده كده اصلا انت مجموعك سواء
سواء بقى انت جبت امتياز في الماده، سواء انت رتبت ما رتبتش، ده كله بتاعت ربنا. يعني انت اللي عليك انك بتسعى وبس، والنتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعتك ولا بتاعت اي حد. فبس اللي عليك والله العظيم انك تسعى وبس. يعني ربنا بيقول وقال ليس للانسان الا ما سعى، ما قالش الواحد عليه النتيجه او ان انا عليا النتيجه، لا، انا عليا ان انا اسعى وبعمل اللي عليا وباخد بالاسباب، وبعد كده النتيجه دي بقى بتاعت ربنا مش بتاعتي خالص. دلوقتي الجامعه فضت وكله مشى، هضطر بقى ان انا اروح واقابلكم في البيت. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. تعبت؟ طب وايه المشكله ما تتعب؟ هو انت الناس لما بتدعي لك بتقول لك ربنا يديك على قد؟ هو لو ما فيش تعب ربنا هيديك؟ امال انت عاوز توصل لحلمك ازاي يعني وانت مرتاح ومدلع؟ لسه صاحي من النوم دلوقتي، الساعة 11:30 و5، صاحي الساعة 11 كده على ما عملت كوباية القهوة. لسه قاعد دلوقتي والله عندي هم ما يتلم. هو المشكلة ان انا مش مركز، يعني انا مش عارف انا هعرف اذاكر ولا لأ. بس يعني وانا لو ما ذاكرتش فانا هغرق في بحر القرص، وهغرق في البحر المذاكرة وبحر الجامعة، وهغرق اصلا يعني حرفيا. فربنا كريم، يعني ربنا بيعين. ربنا كل ما بيشوف ان الواحد جواه خير او ان الواحد عايز يعمل حاجة كويسة، وكده كده المذاكرة دي عبادة، فان الواحد اصلا بيستحضر وهو بيذاكر نيات كتير. نية ان المذاكرة دي عبادة، نية ان انا عايز اكتسب معلومات علشان خاطر ان انا بعد كده اعالج مريض، والمريض ده يدعي لي دعوة كويسة وبس. والله الواحد عنده هم ما يتلم لسه. عندي هذاكر محاضرة بي تروما، ولو اتبقى وقت ممكن هذاكر سيكشن سبورتس انجري وكده يعني، وربنا يعيني ان انا الحق اخلص يعني. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. الساعة دلوقتي 5:15 الفجر. ما خلصتش المحاضرة، يعني ما انجزتش فيها كتير اصلا، ممكن نصها او كده. هتقولي يا يوسف انت مذاكرتك للمحاضرة دي تديلها كام من 10؟ فانا هقولك والله مذاكرتي ليها ما اديهاش يعني 3 من 10 ولا حتى 4 من 10. بس هو الحوار كله زي ما انا قلت لك، هو السعي. انا بسعى وبعمل اللي عليا، نتيجتي اي حاجه بقى بتيجي بعد كده دي بتاعت ربنا. وكده كده يعني حتى لو الواحد ما ذاكرش المحاضره دلوقتي كويس، فكده كده مع الكويزات واما يجي في الميد ترم والكلام من ده كله هيتعاد، والمعلومات هتتعاد تاني. فاعتقد ان الدنيا هتظبط شويه. حتى الترم ده يعتبر اصلا الواحد عايز يخرج منه، مش مجرد ان انا عايز اجيب مثلا تقدير او كلام من ده في الماده، لا بالعكس، هو الواحد عايز ان هو مثلا عايز يخرج بمعلومات، لان ده يعتبر اهم ترم اصلا عندنا في الكليه، ترم القرص، لان ده هيبقى تخصص. يعني اللي هو مثلا الواحد ممكن يتخصص قرص بعد كده، فبدل مثلا الكورس، طبعا انا اقصد بيه اللي هو اللي احنا بناخده في الكليه، مش كورس خارجي، تمام. فان الواحد يهتم بيه ويهتم بمعلوماته. فبس يا صديقي لا تحمل هما، والدنيا ابسط من كده بكتير، واحنا في الحياه دي حرفيا علشان خاطر ان احنا نسعى ونحقق احلامنا، ومفيش حاجه بتيجي بالسهل. اي حاجه محتاجه ان الواحد يتعب شويه ويجي على نفسه شويه، وهتلاقي ان ربنا بيسرها لك والله العظيم يعني، وربنا هيكرمك اخر كرم. وحاول برضو انك يعني مثلا تدعي كتير 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 جدا، لان يعني الدعاء بيغير القدر. فانك تدعي باللي انت عاوزه وتدعي باللي نفسك فيه، وطبعا الدعاء مع السعي. ما يجي عشان تكون متوكل على ربنا، لكن دعاء من غير سعي فده اسمه تواكل، وطبعا ما ينفعش. فبس ما عادش الا حاجه بسيطه عن صلاه الفجر، فاقوم اجهز بقى واشوفكم في الفلوج الجاي. سلام. اوعى يبقى هدفك الوقت انك ما تشيلش مادتين، اوعى يبقى هدفك الوقت انك تجيبي مقبول ولا جيد. نشن على اعلى طموح. طب افرض ما جبتوش، ومين قالك انك انت لازم تجيبه؟ انا عايزك تتغير، انا عايزك تنجح طول عمرك، حتى لو المره دي بقت هي السلمه اللي انت تطلع عليها. يعني الطموح، ما انساش رؤيه شفتها وانا طالب في الكليه سنه ثالثه بقى ولا ثانيه مش فاكر، يعني كنت انا قلت ايه؟ قلت انا مش عايز اذاكر وانا مخنوق من المذاكره، وانا ما عدتش اذاكر. خدت قرار غريب شويه، قرار مش حكيم شويه. فنمت، حلمت ان انا واقف على محطه قطر
والقطر جاي، فالقطر جاي بالراحه، فالقطر واقف قدامي درجه اولى، فبصيت على الدرجه الاولى لقيت المكان جميل جدا ولقيت المكان فاضي خالص، فقلت طب انا ايه اللي يركبني في الرؤيه ده؟ انا ايه اللي يركبني درجه اولى؟ ما كده كده درجه ثالثه جايه وايه؟ واركب فيها، والقطر ماشي بالراحه، لو خطيت برجلي كده هركب درجه اولى. المهم فعدى القطر بالراحه، جت درجه ثالثه، جيت اركب لقيتها زحمه، موت، خنقه، طلوع روح. فانا داخل في رؤيا كده بقول يا ريتني كنت ركبت درجه اولى. فصحيت مش فاهم ده ايه، فهمت بعدها ان دي رؤيه توجيهيه، ان الفرق بين الدرجه الاولى في الحياه والدرجه الثالثه في الحياه مش كتير، بالعكس ده انت لما تركب درجه اولى هتعيش مستريح طول عمرك. اوعي تقبلي انك انت تركبي في اي درجه في قطر الحياه، لازم تبقى في مقدمه قاطره الحياه. الطموح يا جماعه، عشان كده القران والسنه كلهم طموح، فليرتقوا في الاسباب، خد باسباب انك تطلع وترتقي. هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، مش ده طموح سيدنا سليمان؟ يبقى الطموح دين هو عباده، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، على الاستعلاء كما قال العلماء، انك تبقى اعلى انسان.